اف سي برشلونة. هذا هو برشلونة الازرق والاحمر، وهذا هو ميسي وتشافي هرنانديز ينفذ الضربة الحرة والرأسية في المرمى. هدف اول لبرشلونة من بيكيه. المدافع العملاق يتقدم ويلعبها برأسه هذه المرة، ما أخفق فيه بويول قبل قليل نجح فيه بيكيه الآن في الدقيقة 18 يسجل الهدف الأول لبرشلونة بكرة رأسية من ضربة حرة ثابتة ينفذها طبعا بامتياز تشافي هرنانديز، وبيكيه برأسه يحرز الهدف الأول وهو أول أهدافه هذا الموسم. جيرار بيكيه يفتح باب التسجيل ويضع برشلونة في المقدمة، يعني ربما نقول إن البقية تأتي، لأن برشلونة الآن يسجل الهدف الأول بعد 18 دقيقة لعب عن طريق لاعب يوازي الحارس طولا. هذه الإعادة وهذه هي الكرة الممتازة. تشافي هرنانديز مقوس على القائم القريب يأتي إليها بيكيه بقوة، متر 92 سنتيمتر نفس طول الحارس، ووصل الكرة قبل الحارس، والظهير ماتيوس بمتر 91 سنتيمتر وقف يتفرج على بيكيه ينقض من الخلف ويعالج الكرة برأسه في الشباك ويفتح باب مرتين، ولم يصل إلى خط المرمى إلا مرة واحدة بالمية. هذا التقدم الآن لبرشلونة. ميسي يسقط وترجع الكرة إلى كوينكا، ومرة أخرى فابريغاس إلى ميسي بدون رقيب وبدون حسيب، وميسي يسجل الهدف الخامس عشر هذا الموسم. ليو ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 43. ليو ميسي ينهي المباراة منذ شوطها الأول، والذهول على وجه روبرتو خيمينيز والفرحة في مقعد البرسا، وبرشلونة إذا ينجز المهمة في الشوط الأول. وأجويري الذي تحدث عن الثقة بقدرة فريقه ربما لا يجد انعكاسا لحديثه على أرضية الملعب. ليو ميسي يحتفل، ليو ميسي يسجل الهدف الثاني، ليو ميسي يرفع رصيده إلى 15 هدفا على رأس قائمة الهدافين. هنا يغطي المدافعان على ميسي، وكيف يترك لاعب مثل ميسي وحيدا بدون رقيب؟ كيف يترك ميسي وأمامه هذه المساحة؟ هذا سؤال كبير لدفاع ساركوستا مهاجم برشلونة. يأخذ الكرة ويدور، طبعا مهاجم ومهاجم مثل ميسي إذا لف الكرة باتجاه المرمى فيعني وترجع الكرة لتشافي هرنانديز. مقول الآن لمصلحة البرسا من جديد، كرة طويلة داخل منطقة السيدة يستحم الرأس، والهدف الثالث. نعم الهدف الثالث لبرشلونة كارلوس بويول، والهدف الثالث لبرشلونة. قلبات دفاع سجلا هدفين هذه الأمسية للبرسا. تصوروا بويول ضيع الرأسية في البداية، ثم بيكيه سجل الرأسية، ثم ميسي سجل الثاني، الآن بويول يسجل الثالث. ويعني يصر بويول، والاحتفالات هناك عند إريك أبيدال وفونتاس أيضا لاعب البديل. هذا فونتاس لاعب برشلونة احتياطي. بويول يسجل هدفه الأول هذا الموسم. قلبا دفاع برشلونة اليوم سجلا أول أهدافهما هذا الموسم، بيكيه، جيرار بيكيه وكارلوس بويول. لاحظوا هنا في تسلل لكن ليس على بويول. التسلل على بويول لم يكن مشترك في الهجمة، لكن بعد ذلك اشترك في الهجمة. هنا السؤال على كل حال، فابريغاس يلعب كرة، بويول ينتظر، وسيدو كيتا يلعبها ويتابعها بويول في المرة. لاحظوا الكرة الأولى من بويول لعبها، وفي الثانية وصل إليها بمساعدة قلب الدفاع الذي انقض من أجل إبعادها فتابعها داخل مرماه، وبويول يحرز الهدف الثالث لبرشلونة. وكما قلت الهدف الأول له شخصيا. يشكر كان التحكيم الإسباني له وعليه. على كل حال هنا كرة لمصلحة كوينكا، يتقدم كوينكا ويتعمق كثيرا ويعيد كرة للوراء ورأسية في المرمى. هدف لديفيد فيا. ديفيد فيا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75. فيا الذي اشترك للتو. هنا عناق لكوينكا الذي صنع الهدف الذي رفع الكرة، وديفيد فيا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75. يؤكد انتصار برشلونة المؤكد بالفعل، وبالتالي رباعية نظيفة الآن عن طريق ديفيد فيا بعدما بدأها بيكيه وثناها ميسي وثلثها بويول، والآن فيا يضيف الهدف الرابع. هنا كانت الكرة، لاحظ بدأت بغلطة من الظهير أو المدافع ماتيوس، لاعب الكرة قطعها مباشرة من ألفيش إلى كوينكا الذي تعمق ورفع الكرة. المدافع حاول إبعادها فذهبت من قدم بونزيو لاعب الوسط إلى رأس ديفيد فيا، فانبرى إليها مباشرة ووضعها برأسه في الشباك المشرعة في شباك المرمى المفتوح على مصراعيه. يعني من قدم المدافع جاءت أفضل من رفعة إلى ديفيد فيا
الذي وضعها في المرمى.